يا دكتور ابني مش بياكل حاجة خالص وحاسة إنه عايش على الهوا. دي تقريبا الشكوى اللي بنسمعها بشكل يومي من الأمهات، وعشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن فقدان الشهية، هنتكلم عن الأنواع والأسباب، وفي آخر الفيديو هتعرفي العلاج من غير أي دواء. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، تابعوا الفيديو ده للآخر. والسؤال الأول، هي إيه أنواع فقدان الشهية عند الأطفال؟ النوع الأول هو فقدان الشهية الفسيولوجي أو الطبيعي، والنوع ده تقريبا بيحصل مع معظم الأطفال بعد إتمام السنة الأولى. خلينا أفكرك إن طفلك أول كام شهر كان كل شهر كده بتلاحظي إنه بيكبر عن الشهر اللي قبله، ولكن نفس الطفل ده دلوقتي بعد سن السنة بقى يكبر بس بحاجات بسيطة جدا ممكن ما تلاحظيهاش كل شهر، وده بطبيعة الحال خلى احتياجه للسعرات الحرارية أقل من زمان، فطفلك والله بياكل اللي يكفيه. النوع التاني هو الطفل الانتقائي، وده طفل كده بنقول عليه بيفضل حاجات معينة عن الحاجات التانية. كمثال مثلا تلاقي طفل بيحب النشويات جدا والمكرونة وبيرفض ياكل البروتينات خالص. أما النوع التالت فهو فقدان الشهية العضوي، وده بيكون بسبب مرض معين أو حاجة حصلانة في جسم الطفل، وطبعا هنا الطفل بيفقد الشهية تماما وبيرفض تقريبا كل أنواع الأكل. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تسد شهية أطفالنا؟ بص كده هلخصهم لك في 4 أسباب رئيسية. السبب الأول بيتمثل في الأسباب العضوية، زي الأنيميا والديدان والتسنين والتهابات الحلق اللي بتمنع الطفل إن هو ياكل. أما السبب التاني فهو عادات الأكل الغلط. بص يا مامي، طفلك اللي عمال ياكل شيبسي وكيكة وبسكوتة وبياكل حلويات كل يوم، الطفل ده عمره ما هياكل. وفي نفس الوقت الطفل اللي بيقعد ينقنق بين الوجبات، يعني ايه؟ يعني يعدي على بابا ياخد منه حتة من الحاجة اللي بياكلها، يعدي على ماما ياخد حتة تاني، الطفل ده عمره ما هتلاقيه بياكل في الوجبات الأساسية. وطبعا ده ناهيكم عن اللحوم المصنعة والجبن نباتية الدهن اللي ما فيهاش أي قيمة أو فايدة للطفل. أما عن السبب الثالث فهو إدمان الطفل للشاشات أثناء الأكل. يا جماعة قلنا 100 مرة ممنوع الطفل ياكل وقدامه شاشة. الطفل بالشكل ده إشارات الشبع والجوع عنده بتبوظ، الطفل حرفيا كده بيدخل الأكل في بقه وهو مش حاسس بيه. أما عن السبب الرابع فهو العامل النفسي. إياكي بأي شكل يا مامي تحولي الأكل ده لمعركة قتال بينك وبين الطفل. ما ينفعش أبدا تجبري الطفل على الأكل أو تتنمري عليه بكلام معين، ما ينفعش، لأن ببساطة بالشكل ده طفلك هيبدأ يربط الأكل بالتوتر، وبالتالي العند هيزيد عنده بشكل كبير. السؤال المهم دلوقتي، نعالج إزاي فقدان الشهية عند أطفالنا يا دكتور؟ هقولك على أهم 8 نقط لو عملتيهم هيغيروا شهية طفلك للأبد. النصيحة الأولى، عايزك تخلي فيه 3 وجبات رئيسية دي ليها مواعيد ثابتة، وفي النص فيه وجبتين سناكس، والسناك ده هيكون حاجة صحية زي تفاحة مثلا. وبره المواعيد اللي احنا قلناها دي مش هناكل أي حاجة، هنشرب مية بس. النصيحة التانية، حجم الطبق بيفرق. أكبر غلط ممكن تعمليه مع طفلك إنك تجيبيله طبق كده فيه جبل من الأكل. عمر طفلك ما هيقبل الأكل كده. طفلك بيحتاج كميات صغيرة تحطيها له في الطبق الصغير بتاعه، ولما يخلصها تضيفي له كميات جديدة. طفلك لما بيشوف جبل الأكل ده بيحس بالعجز وإنه مش هيقدر يخلص كل ده. النصيحة التالتة، امنعي المشتتات والشاشات أثناء وقت الأكل. خلونا كده نعتبر وقت الأكل ده الوقت اللي بتتلم فيه الأسرة كلها على ترابيزة واحدة. امنعي أي حاجة بتشتت اللحظة دي. النصيحة الرابعة، صيدلية مطبخنا هي الحل. من فضلك يا مامي بلاش نستسهل في موضوع السناكس لما الطفل بيجوع في النص. قدمي حاجة صحية كسناك، واوعي تقدمي الكيكة والشيبسي والحاجات اللي من بره. ممكن تقدمي واحدة بطاطا أو ثمرة جوافة أو ثمرة تفاح. أما النصيحة الخامسة فهي قاعدة ال20 دقيقة الذهبية. عايزك كده بكل بساطة تحطي الأكل قدام طفلك لمدة 20 دقيقة. طفلك كل فيهم خير، ما كلش خدي الطبق وقومي على طول. وبعد كده عايزك تستني ميعاد الوجبة اللي بعدها من غير ما تديه أي سناك في النص. صدقيني لو عملتي كده هتلاقيه بياكل أحسن كتير. النصيحة السادسة، خلي طفلك يشاركك في تحضير الأكل. الأطفال يا جماعة بيحبوا جدا يدوقوا الحاجة اللي عملوها بإيديهم. خلي طفلك يساعدك في الأكل، وخلي طفلك يغسل معاكي الأطباق بعد الأكل. النصيحة السابعة، طبقي قاعدة دوق بس من غير أي إجبار. عايزك كده أول ما تقدمي صنف جديد لطفلك وبالذات أنواع الخضار،
ادي طفلك الفرصة، لو قبلوا تمام، ولو رفضوا ممكن يطلعوا ويحطوا في الطبق، مفيش أي مشكلة. من فضلك بلاش تغصبيه على صنف لسه بيجربه جديد، خليه يدوقه النهاردة، لو رفضوا تمام وقدميه مرة تانية. كده كده حلمات التذوق بتاعته مع الوقت هتتعود عليه وهيتقبله. أما عن النصيحة التامنة ودي أهم نصيحة فيهم، لو عملتي كل اللي فات ده وطفلك لسه مش بياكل، على طول توجهي للدكتور عشان تعملي تحاليل زي صورة الدم ومخزون الحديد وتحليل البراز وغيرهم على حسب طلب الطبيب. وطبعا لو في أي مشكلة هتتعالج وطفلك هياكل من تاني. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتوا. حاولت أختصر الموضوع على قد ما أقدر. ابعتوا الفيديو ده لكل أب وأم. سلام.